هلو هلو، انا بصي طه هعمل معاكم النهارده احلى طريقه للملوخيه ممكن تعملوها في حياتكم، وهتطلع معاكم خطيره وهيطلع طعمها خطير. بجد مش هتبطلوا تعملوها ابدا بالطريقه دي. اول سر من اسرار الملوخيه ان انتوا بجد لازم تخرطوها بالمخرطه، او ممكن تعملوها بالسكينه. بجد ده هيديها تست حلوه قوي. لو عملتوها في الكبه مش هيديكوا نفس التست زي اللي انتوا عايزينه بالظبط. تاني خطوة لطريق نجاح الملوخية ان انتوا مش بتقلبوا فيها كتير خالص وهي على النار. تالت سر بقى ان انتوا مش بتضيفوا كمية شوربة كبيرة. دايما خلوا كمية الشوربة هي القليلة والملوخية هي اللي كتيرة. وبعد كده ممكن ان انتوا لو لقيتوها تقيلة معاكم ممكن ان انتوا تضيفوا شوربة تاني. اما ما تحطوش كمية شوربة كبيرة ويكون حجم الملوخية صغير وبعد كده تضيفوا، فهتلاقوا ان الملوخية بتاعتكم خفيفة. لازم الاول تحطوا كمية صغيرة من الشوربة وبعد كده تضيفوا الملوخية، ولو احتاجت شوربة ممكن نحط لها تاني مغرفة او اتنين على حسب الكمية اللي هي محتاجاها. وده سر من نجاح الملوخية. نبدأ بقى بأول خطوة في الملوخية. أي شوربة عندكم هنغلي شوية كده من الشوربة، وهحط فيها معلقة صغيرة من الكزبرة. بجد الكزبرة بتوديها في حتة تانية خالص. وهنزل عليها بفص صغير مهروس من الثوم، وهسيبهم يغلوا كويس جدا مع بعض، وانتوا بتبقوا مظبطين الملح بتاع الشوربة. لو مش متاح عندكم اي نوع من الشوربة هنغلي شوية من المية ونحط فيها بصلاية وفصين من الثوم وجزراية ومكعب من الماجي ورقتين من اللورة ومعلقة صغيرة من الكزبرة، وبكده بجد هتكون جاهز معاكم احلى شوربة. اول ما الشوربه تبدا تغلي معاكم كويس، لازم تغلي معاكم كويس جدا بالمنظر ده، هتبداوا بقى ان انتوا تنزلوا بالملوخيه. وهقلبها كده مع بعض يا دوب كده تقلبتين، ان انا ادخل الملوخيه في الشوربه بس ويتمكسوا كده كلهم مع بعض، وبعد كده هسيبها تبدا تغلي غلوه. وفي الوقت ده بقى هكون مجهزه الطشه. معلقتين من السمنه البلدي وعليهم 3 فصوص من الثوم على حسب كميه الثوم اللي انتوا بتحبوها، ومعلقه صغيره من الكزبره، وامكسهم كده كلهم مع بعض واقلبهم. انا مش بدق الثوم مع الكزبره، انا بقطعه كده شرايح صغيره، وبجد بيديها تست حلوه قوي. لازم تجربوها بجد بالطريقه دي وهتعجبكم قوي قوي وعلى ضمانتي. اول ما الثوم بقى ياخد اللون الذهبي الخطير ده وتشموا الريحه الخطيره، هتحطوا بقى الطشه على طول في قلب الملوخيه. هتسمعوا بقى احلى طشه وهتشموا احلى ريحه. في الوقت ده انا مش بقلبها خالص، انا بضيفها في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها التوم علشان ياخد كل البهاريز كده اللي في قلب الطاسه بالمنظر ده كده. وبعمل كده مرتين تلاتة وبعد كده بقى بقدمها. بجد بتبقى خطيره. لو انتوا مش هتعملوها بالطريقه دي ممكن تقلبوها بالمعلقه كده مرتين تلاتة، وكده تبقى جاهزه معاكم علشان خاطر ما ترقدش معاكم، وتبقى جاهزه معاكم بالطريقه دي. تبداوا تقدموها بقى بالشكل اللي انتوا حابينه. انا دايما بحب ان انا اقدمها كده في الطاجن زي بتاعه المحلات بالظبط. بجد بتبقى خطيره ويبقى طعمها خطير. جربوها بجد بالطريقة دي وعلى ضمانتي هتعجبكم قوي. وما تنسوش كل اسرار الملوخية اللي احنا قلناها في اول الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنتات كتير وشير للقناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوها لاصحابكم عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش دايما مع بوسي طه ان حلاوتها في تتبيلتها.